التقدم أكثر على مستوى سلم الترتيب لن يمر إلا عبر الفوز على شبيبة بجاية. هكذا دخل لاعب مولودية سعيد المباراة، وفي الجهة المقابلة الدفاع عن حظوظ الصعود وترميم خسارة الجولة الماضية أمام أهل البرج مبررات كافية لشبيبة بجاية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. الوصول إلى المرمى لم يستغرق سوى 9 دقائق. الحكم باسيري يعلن عن ركلة جزاء لشبيبة بجاية، ومرباح يحولها إلى أول الأهداف. هدف حرك لاعبي المولودية، ومحاولات تعديل الأوضاع بدأت بكرة بن عياد التي صدها الحارس جبارات. بعدها عمور ينفذ مخالفة استقرت مباشرة في شباك جبارات، معلنا عن تعديل النتيجة للمولودية، وكان ذلك عند الدقيقة 31. 7 دقائق بعد ذلك رأسية المدافع شحيمة تمنح التقدم للسعيديين الذين تمكنوا من قلب الطاولة على أشبال المدرب ابتسام، وأنهوا المرحلة الأولى لصالحهم بنتيجة 2 لهدف وحيد. انتفاضة أصحاب الأرض استمرت في النصف الثاني من المباراة، وقنين تفنن في إضافة الثالث الأهداف، معززا تقدم المولودية عند الدقيقة 55. الضيوف وبعد تجرعهم لمرارة الهدف الثالث حاولوا غير مرة العودة في النتيجة، فقاموا بهجمات تبدد مفعولها أمام يقظة الحارس بوهدة الذي حافظ على تفوق فريقه إلى غاية صافرة نهاية اللقاء. 3 نقاط أعادت أمل اللاعب على ورقة الصعود للسعيديين.